اهلا بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ما زلنا معكم على الهواء مباشره، وزي ما قلت في البدايه معانا دكتور ناديه نظير جريس، استشاري امراض المخ والاعصاب والطب النفسي. هتكلمنا عن تشتت الانتباه وفرط الحركه للاطفال، لكن برضو هنتكلم عن تشتت الانتباه للكبار. دلوقتي ممكن تتكلم انت وصديقك او انت وصديقتك في موضوع، تلاقي صاحبتك دي في عالم تاني وتقولي لها كنا بنتكلم في ايه، تقول لك مش فاكره. اهلا بيكي يا دكتور. اهلا بيكي. صح، ممكن يكون بتكلمي حد ويكون في عالم تاني خالص ومفيش في تشتت انتباه فظيع، خصوصا في اليومين دول كمان بيفكر في حاجات تانية. ليه يا دكتور؟ طبعا هو في اضطرابات كتيره قوي قوي تؤدي الى تشتت الانتباه. لو ابتدينا من وهو صغير هنبتدي بفرط الحركه وقله الانتباه. لو هنبتدي من الكبير، في اسباب كتيره تخلي الواحد وهو بيتكلم يفقد انتباهه، زي الفيتيومال ابيليبسي او نوبات الصرع الصغرى، زي القلق، يبقى هو بري اوكيوبايد بحاجه ثانيه، مخاوف معينه في مخه، فبتكلميه لكن هو مشغول جدا بالافكار يعني والتخيلات. الولاد حصل لهم ايه، البيت جرى له ايه، قاعد هو مشغول فمش مركز. الاكتئاب يخلي الواحد ما عندوش اهتمام في، يعني مش همه حاجه، مفيش حاجه بتبسطه ومفيش حاجه بتشده، وهو في دنيا تانية خالص، فقد الامل في كل حاجه. ده الاكتئاب. الفصام ممكن يخلي الواحد يبقى مش مركز، لان هو برضو في مخه فيه هلاوس وضلالات وافكار وتوهمات مرضيه. ففي حاجات كتير قوي تخلي الواحد يبقى مش مركز. لو رجعنا تاني لفرط الحركه وقله الانتباه، هنلاقي ان هو بيتميز، هو في الاطفال الصغيرين بيبان قبل المدرسه، لكن اكتر وقت بيعمل مشاكل سن المدرسه، لانه بيبتدي يشتكوا منه كمان في المدرسه، بس في البيت، وكمان لو في مكان تاني، سواء في الكنيسه او في الجامع، يعني مكان ثالث، يعني 3 بيشتكوا منه، مش بس البيت. ساعات البيت يبقوا يا اما يقولوا لا ما هو ده عادي زي بقيه الاطفال، او يعني يقللوا او يزودوا، لكن لما دخل المدرسه كمان ابتدوا ان هم يشتكوا منه، في مكان ثالث كمان بيشتكوا منه، يبقى الموضوع بقى واخد شكل موضوعي بقى، مش بيبقى فيه فرط حركه. هو 3 حاجات: حركيه، تشتتيه، واندفاعيه. 3 حاجات في الطفل ده. ده عدواني يعني يا دكتور؟ لا، الاندفاعيه غير العدوانيه. الاندفاعيه ان هو ايه، يعدي شارع من غير ما يبص. مثلا يجي يشوف المدرس بيقول السؤال، قبل ما يكمل نص السؤال يندفع للاجابه، وغالبا هتكون طبعا غلط، لان هو لسه ما كملش بقيه الايه الشروط الاجابه السؤال. لو هو له دور مثلا، هيقول ده هيجاوب وبعدين ده وبعدين ده، وبعدين هو ما يقدرش يستنى بقى، هيروح مندفع برده ويقول. غالبا طبعا المدرس والتلاميذ والناس الموجودين بيتضايقوا منه، وكتير بقى يقولوا له بس اسكت وما تقولش، ممكن يتضايق، ممكن يكتئب، ممكن ينعزل، ممكن يروح ورا، لانه ده هيسبب له مشاكل اجتماعيه وهتضايقه. ممكن ده يأثر بعد كده على ادائه المدرسي، على انتظامه في المدرسه، ممكن يبتدي ان هو ايه، مش هروح بقى، ده زعلوني، ده ضربوني، ده حاجه زي كده. ممكن لو هو في لعبه بقى، وكل واحد عليه الدور انه يعمل، اما يجي عنده مثلا هيرمي الزهر او وات ايفر، ما يقدرش برضه يستنى دوره. يعني في اندفاعيه وقد تعرض حياته للخطر. طيب. لانه دايما بيعدي الشارع مثلا مش بيبص خالص وبيندفع، وكتير بيبقى معرض للكسور ومعرض للحاجات دي نتيجه اندفاعه. طيب استاذنك يا دكتور، معانا استاذه هاله. استاذه هاله اهلا بيكي، اتفضلي سؤالك. لو سمحت يا دكتوره، انا عندي بنت عندها 10 سنين. هي ما شاء الله كويسه في المدرسه وعندها انتباه حلو يعني، وذكيه ما شاء الله عليها، بس يا دكتوره يعني دايما وهي بتكلمني تتنطط، وهي قاعده تتنطط، يعني مش بتقعد مثلا، فهي بتقعد تتفرج على التلفزيون لو ليها مزاج تتفرج على فيلم ولا حاجه، لكن دايما بتتنطط، دايما وهي بتتكلم تنط كده، دايما يعني هي مش موجوده. امتى اعرف ان الموضوع ده مرضي؟ يعني مش اللي هو سن عادي مفيش مشاكل. هي الفرق بينها وبين اختها 10 سنين. يعني لحظه، هي عندها قد ايه؟ هي عندها 9 سنين ونص. 9 سنين. واختها بقى يعني مولوده ولا اكبر منها؟ لا، اختها اكبر منها ب10 سنين. يعني 19 ونص. هم بنتين بس عندي. بس دايما يعني دايما تنط كده بتتكلم. استاذه هاله، انت لاحظتي الموضوع ده من فتره قريبه ولا من لا تقريبا وهي عندها 4 سنين. هي عندها 4 سنين. حاضر دكتور. حتى وهي بتتكلم تحسيها يعني مندفعه. اوكي
اتفضلي. شكرا. طبعا يعني امتى بقى بنقول ان ده فعلا مشكله؟ لما اكتر من مكان بيشتكوا منها. يعني مش بس الموقف ده في البيت، لا، في المدرسه بيشتكوا منها، وفي مكان ثالث كمان بيشتكوا منها، يبقى في مشكله. لما ياثر على ادائها، لما ياثر على التكيف الاجتماعي بتاعها، يعني قاعدين مثلا عند ناس او زورنا ناس او ناس جولنا وهي عماله تتنطط، الناس اتضايقوا، الناس قاموا، الناس ما برحبوش بينا لما رحنا مره ثانيه، يعني بدا يبقى في مشاكل في التكيف الاجتماعي، هنا يبقى في مشكله. بالمناسبه يعني في الظروف دي بنعمل رسم مخ، وكتير بيظهر عندهم نشاط كهربي زائد، وبيبقى في علاج خفيف جدا بيهدي الحال وبيحسن التكيف الاجتماعي وبيحسن الانتباه والاداء المدرسي والاداء الاكاديمي، وبيحسن حاجات طب كتير. هي بتقول يعني انا اعرف ازاي ان ده بيبقى عادي ولا عندها حاله مرضيه ان هي تعمل اللي حضرتك قلتي عليه ده؟ بالظبط. طيب دكتور، يعني الام بقى العاديه هل تعرف ازاي ان دي علامات ان هي دي مرضي، ولا ان ده يعني طفل شقي، طفل شقي عادي؟ يعني هو احنا بنلاقي اطفال اشقياء بيقعدوا يتنططوا ويلعبوا، فممكن نقول ده طفل شقي، ده طفل خجول. فامتى نعرف ان ده طفل شقي، امتى نعرف ان ده طفل هايبر او عنده الحاله دي؟ زي ما قلتي حضرتك، الطفل الهايبر يعني زياده عن العادي، زياده عن الباقيين، زياده عن اقرانه، ولاد عمه، ولاد خاله في الحضانه، التلاميذ اللي في المدرسه، هو غيرهم مختلف، عمال يتنطط من فوق البلاكار لتحت السرير وبيبتدي يبقى كتير قوي عنده نط على الدولاب يبقى عنده جروح وكسور كتيره غير يعني ملهاش لازمه. كل اللي زيه ما حصل لهمش كده، وهو مش قادر يقعد في مكانه ابدا، وكانه بيقولوا عليه كانه زي اللعبه الياي بتاعه زمان اللي فيها سوسته كده، اليويو ما يقدرش يقعد، وكانه اون ذا ايدج، يعني خلاص معمول اسمه ايه، زنبلك بتاعه، وخلاص هيبتدي ان هو يشتغل، يعني على طول شغال او ما بيوقفش. فده طبعا بيأثر على حاجات كتير قوي، اداؤه الدراسي وتحصيله وذاكرته، لان الواحد ما بيقدرش يتذكر الا اذا سجل كويس قوي المعلومه، وعشان يسجلها لازم يكون منتبه كويس جدا. فطالما هو ما كانش منتبه برغم انه ذكي، لكن هو مش منتبه، فما قدرش ان هو يسجل مظبوط، ولا بعد كده يستدعي المعلومه في الامتحان او عند الاختبار. احنا اتكلمنا كده على الحركيه وعلى الاندفاعيه. نيجي بقى الحاجه الثالثه اللي هي التشتتيه. مامته تقول انا يعني عايزه اذاكر له، اقعد معاه واقعده، لسه بقول له 1 2 3، بعد 1 أو 2 رن موبايل، رن جرس الباب، مش عارفه ايه، قام نط وسابني، مش معايا، يعني مش قادر ان هو يحتفظ بانتباهه وتركيزه فتره معينه على ما يخلص الجزء اللي بيذاكره ده. طبعا ده بيسبب احباط للي بيدرسه سواء في البيت او في المدرسه، برغم ان هو انسان او طفل ذكي، وبرغم ان هو بيسمع كويس وبيشوف كويس، يعني ما عندوش مشاكل في الابصار ولا مشاكل في السمع. عشان كده قبل ما بنشخص الحاجات دي كلها لازم الاول نتاكد انه بنعمل مقياس سمع ان هو بيسمع كويس، بنعمل يعني بنكشف على النظر بنشوف انه بيشوف كويس، بنشوف كمان رسم المخ انه ما عندوش اي كهرباء ولا ناحيه الصرع. بعد كده نبتدي نشوف الاعراض دي، لو هي حركيه وتشتتيه واندفاعيه يبقى هو كده عنده فرط الحركه وقله الانتباه. طيب دكتور، برضو عايزين نعرف ان هل بتبقى في اسباب معروفه للمرض ده؟ يعني عند حضراتكم مثلا تقولي انت ابنك عيان بالمرض ده علشان 1 2 3 او 1 2 3، ولا ممكن ما تكونش معروفه؟ هل تبقى ممكن في اسباب وراثيه منها؟ بالتاكيد. وهي طبعا في اسباب بيولوجيه وظيفيه، يعني لما نعمل رنين او مقطعيه ما بنلاقيش حاجه، لان دي تبقى حاجه في الكيميكال ترانسميترز، يعني في النواقل العصبيه او النشاط الكيميائي والكهربائي بتاع المخ. من ضمن النظريات ان بيكون عدم نضوج للالياف اللي هي بتخلي الواحد يعرف ان ده ما يصحش وان ده عيب وان ده يعني بتوقفه عند حده. بيبقى في عدم نضوج في جزء معين من المخ اللي هو بيخلي الطفل بقى بيكبر ويهدى ويحترم الناس الموجودين ويفكر في عواقب الامور اللي بيعملها. عدة نظريات، لكن ما فيش كلام ان هو بيبقى غصب عنه، يعني ما يصحش بقى ان احنا نضربه وان احنا نعنفه، لانه ده كل ده غصب عنه.
طيب دكتور، عايزين نتكلم بقى على طرق العلاج. ممكن تكون طرق العلاج ازاي؟ هل مثلا بتبقى ادويه، ولا بتبقى طرق معالجه مثلا عن طريق المعامله؟ الام تعامله ازاي علشان تتخلص من هذا المرض؟ هي الحقيقه مالتي ميديا ومالتي، لانه الموضوع مالتي فاكتوريال برضو. فبنعمل بيبقى فيه علاج عائلي وعلاج سلوكي وعلاج دوائي. العلاج العائلي اول حاجه نعرف الناس زي ما حضرتك بتعملي كده دلوقتي انه ده مرض وده او اضطراب، يعني بمعنى ان هو حرام ان هو يتعاقب، لان ده بيزود قله ثقته بنفسه وبيزود احباطه من الناحيه التعليميه ومن الناحيه الاجتماعيه. يبقى اول حاجه نتفهم ان ده مرض وان ده غصب عنه، مش ان هو قليل الادب، لا ده غصب عنه. نمره 2 ان احنا لما نطالبه بحاجه نبقى عارفين ان هو سريع التشتت، ده مرضه. يبقى اذا ما ينفعش يذاكر والتلفزيون مولع او ميوزك عامله دوشه، او مثلا باب البيت مفتوح وفي اطفال طالعه نازله او رايحه جايه، او في لعب الوان وحاجات حواليه ودباديب ومش عارفه ايه حواليه وهو حاجات بتتحرك. بس ده حتى الطفل الطبيعي ما ينفعش يذاكر والتلفزيون مفتوح. اكيد. فاي حاجه تشتته، او واحد بيتكلم بحس عالي، او واحد ماسك موبايل وبيعمل يعني كونفرسيشن عاليه بحس عالي، طب هو ده سريع التشتت. فلازم اذا حبينا نذاكر له يبقى في مكان هادي خالص ما فيهوش اي حاجه تشتته. ونمره 2 ان احنا نقسم له الهوم ورك او الواجب بتاعه الى اجزاء صغيره، لان هو بعد شويه صغيرين بيتشتت. فاحنا نقسمه له، اعمل لي ده وتعالى وريهوني، اعمل لي بقى الجزء ده وتعالى. كل مره يجي اديله مكافاه فوريه، اذا كانت هج حضن اقبله يعني افرحه، اديله مكافاه معينه باي حاجه، بونبون اي حاجه، علشان المكافآت الفوريه دي بتحسن لو رفضها انتباهه، لانه في موتيفيشن بقى، في دافع. لو رفضها مثلا، لو ما حبش الهج عايز فلوس عارفه دلوقتي الناس بقت ماديه شويه يعني هو على فكره اللي عايز فلوس يبقى عارف ان في فلوس، يعني هو يعني عارف كويس قوي بيطلب ايه بقى، ده مش عيان بقى، ده بيمثل الحقيقه الاطفال يعني التعامل معاهم لذيذ جدا، ولازم نفهمهم علشان احنا ما نتعبش، بالعكس نحس ان يعني اولا هم نعمه من ربنا، وانه احنا لازم نتعامل معاهم على حسب امكانياتهم ومشاكلهم ونقائصهم، وهي دي الحياه يعني الزوجيه، ولازم نبقى عارفين كده من الاول. فبنقسم له الهوم ورك او الحاجه اللي طالبينها منه ونكافئه بمكافاه فوريه. بنعمل معاه تمرين معين يوميا، تمرين لزياده الانتباه، زي اللي بيمرن على العضله بتاعته كل يوم بنمرن له الانتباه. بنزود يعني عدم التشتيت السبان دي. يعني ايه؟ في نفس اليوم زمان مثلا كان ايه الدومينو او الشطرنج، بنجيب نفس اللعبه في نفس المكان في نفس الزمان، يعني مثلا الساعه 7 كل يوم مثلا مساء هجيب نفس اللعبه وفي نفس المكان، ما فيش اي حاجه تشتته، وقعده قدامي والعبه. هلاحظ ان هو بعد 3 دقائق قام وفط ونط. اكتب على جدول كده على الحيطه مثلا انه مش على الحيطه، على الجدول اكتب ان هو في اليوم الفلاني الساعه كذا قعد معايا 3 دقائق. تاني يوم ده نفس المكان نفس الزمان ونفس لا مش لازم الام ونفس اللعبه، واكون بقى يعني محضره ان لو زودت ولو زودنا والدقائق دي هيكون في مكافاه اخر الشهر. قعد معايا 4 دقائق 5 دقائق كل يوم يزيد دقيقه، يبقى انا كده بمرن الانتباه بتاعه، الاتنشن بتاعه، زي اللي بيمرن بالظبط العضله بتاعته. كل يوم يزيد يزيد يزيد، وانا كمان يبقى في مكافاه في الاخر بمرن له عمليه الانتباه. كمان لما نكون رايحين عند حد بحضره قبلها وبقول له ان احنا هنقعد المكان الفلاني، عندهم التحفه الفلانيه ولا الاباجوره الفلانيه، يعني خد بالك احنا رايحين عند ناس وهيتضايقوا، ولو انت قعدت هادي انا هتبقى المكافاه كذا، بس ما طولش القعده. لو طولت القعده ممكن قوي هو ما يقدرش يمسك نفسه. في الاخر طبعا بعد العلاج العائلي والعلاج السلوكي بيتبقى العلاج الدوائي وبيجيب نتائج حلوه جدا. بعد قد ايه يا دكتور بقى القصه دي؟ يعني الطفل يعني يشفى تماما بعد قد ايه؟ يعني باذن الله طبعا طبعا، لكن عايزه اقول انها ملهاش يعني حدود، ملهاش حسب، بنوزنها على حسب كل واحد وظروفه يعني، وحسب بقى هو عنده كهرباء في المخ، عملنا رسم وطلع فيه كهرباء في المخ ولا ما فيش، يعني الديفرنس يعني. ممكن تكون المشاكل العائليه تخلي الطفل يبقى مده علاجه تزيد. اكيد الاحساس بالامان والاحساس بالحنان جوه البيت ده يعني دعم، ويعني
عايزه اقول وقايه من كثير من الاضطرابات النفسيه عند الاطفال. وساعات تبقى الاضطراب النفسي اللي جاي بيه الطفل ده هو الكراي او هو الصرخه بتاعه الفاميلي اللي هم مش عايزين يتكلموا. هم عندهم مشاكلهم مش عايزين يتكلموا، انما لما الطفل وقع منهم ابتدوا ان هم يروحوا يسالوا ويدوروا عشان يعالجوه، لكن في الحقيقه هم اللي عايزين العلاج. هم اللي عايزين علاج. دي كلمه مهمه جدا نختم بيها، يعني هم اللي عايزين علاج. بس دكتور كنت قايله قبل ما نبدا الحلقه ان دلوقتي الناس كتير جدا بتجيلهم صداع بدون سبب، فهل ده من الاكتئاب اللي احنا فيه، او من مثلا من كثره التفكير في كل حاجه، في ظروف اقتصاديه، ظروف البلد، ظروف اجتماعيه، ظروف حياتيه عموما؟ هل الصداع دلوقتي بقى بدون سبب بدني بسبب التفكير؟ ممكن يجي بسبب التفكير؟ طبعا الهيدك او الصداع ده اذا كومن سيمتوم، عرض شائع جدا صح. في كثير من الامراض العضويه والاضطرابات النفسيه. يعني القلق، وان الواحد على طول عمال يفكر في مخاوف وخايف من بكره وكذا وكذا، ده يعمل هيدك. الاكتئاب يعمل صداع، الصرع او الكهرباء في المخ تعمل صداع، كثير من الاضطرابات تعمل صداع. طب ما احنا عايزين برضو نقول حاجه علشان الناس يقللوا شويه من التوتر ده. طبعا في كمان مشاكل النظر ومشاكل الجيوب الانفيه الخ يعني. لكن عموما طبعا التامل والصلاه والرياضه والموسيقى والغذاء الخفيف، ممكن والويك اند الحلو اللي هو في مكان اخضر واسع، كل ده ممكن يحسن كتير من الاضطرابات والاعراض النفسيه والصداع. طيب انا جالي تليفون بس الخط قطع. استاذه سلوى عند ابنها عنده 7 سنوات بتقول: هل يمكن ان تنتهي المشكله اذا تم اكتشافها وعلاجها مبكرا؟ بالتاكيد الاكتشاف المبكر يؤدي الى العلاج المبكر، يؤدي الى الشفاء المبكر. طيب ميرسي لحضرتك دكتور نادية نظير جريس، استشاري امراض المخ والاعصاب والطب النفسي. بتمتعينا دايما دكتور، بتنورينا وبنستفيد منك جدا. شكرا ليكي، بتريحي لنا اعصابنا الحقيقه. ميرسي يا دكتور لحضرتك، وان شاء الله تبقي معانا مرات ثانيه ونبقى اكثر هدوءا واقل اكتئابا ان شاء الله المرات الجايه. ان شاء الله. ميرسي لحضرتك يا دكتور. اعزائي المشاهدين نشوف فاصل، نرجع بقى لبلال اللي كان مزنوق في الطريق، ونشوف بقى اكيد هنخليه النهارده يعمل لنا كوارع وصينيه عكاوي وحاجات كتير كده عشان نحرمه ويخليه يتاخر. نشوف مع بعض فاصل.